لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد دائما. خبر سار جدا بخصوص إبراهيم دياز وموعد عودته من الإصابة، حيث أكدت تقارير إعلامية مقربة من أسوار نادي ريال مدريد من بينها موقع ريلوفو وآس الإسبانيين أن إبراهيم دياز يعمل بجد من أجل العودة سريعا من الإصابة. ذات التقارير أكدت أن إبراهيم دياز استجاب بشكل جيد مع العلاج وسوف يعود قبل الوقت المحدد بكثير. ريلوفو قالت أن الموعد الواقعي لعودة دياز الآن سيكون في مباراة فالنسيا يوم 2 من شهر نوفمبر القادم، لكن النجم المغربي يسارع ليتمكن من كسب بعض الوقت وأن يعود قبل هذا الموعد، وبالضبط للمشاركة في لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 26 من شهر نوفمبر الحالي. وأشار ذات المصدر أن ريال مدريد سيتعامل مع حلم دياز بحذر لتجنب وقوع انتكاسة بتجدد الإصابة، لكن سيعود الأمر إلى ما يشعر به اللاعب، كما سيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة. ومن المتوقع جدا أن يشارك إبراهيم دياز ولو لدقائق قليلة في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وهذا هو الخبر السار في الموضوع.